يوميات الواد بتاع المانيا ابيزودا فوم. زي ما انتوا عارفين من الفلوج اللي فات ان في الطريق لاراضي الوطن مصر الحبيب، والنهارده هقول لكم ازاي اخدت تيكت ذهاب وعوده من غير ما ادفع ولا يورو. باختصار شديد وعلشان ما اطولش عليكم، انا طول عمري بحلم بان سبونسر ياكلني وسبونسر يلبسني وسبونسر يدفع لي تذاكر الطيران ويحجز لي الفنادق، وبفضل ربنا في المقام الاول ثم دعمكم ليا بقرب كل يوم من حلمي ده. فشكرا ليكم وشكرا لشركه فنتيبا اللي من احسن السبونسرز اللي اتعاملت معاها من اول ما اتشهرت على السوشيال ميديا. عشان الاجازه دي هم اللي عملوا لي دعوه اني انزل مصر علشان احضر اكبر مؤتمر للجامعات والمنح، الألماني وصل يا حارة. واللي اتبسطت جدا اني كنت جزء من الايفنت العظيم ده، واتبسطت اكتر اني قابلتكم وتعرفت عليكم. وطبعا شركه فنتيبا كانت هي اللي حجزه لي تذاكر الطيران كامله وكمان اقامتي في الفندق طول فتره الايفنت. ما تقلقوش انا مش بكروتكم، كده كده هحكي لكم على كل حاجه حصلت في الايفنت وفي الاجازه بالتفصيل. تعالى ألمانيا بحر، ألمانيا بحر، ألمانيا يا أستاذة. بس النهارده خلوني احكي لكم عن تجربتي مع مصر للطيران، واللي بجد عملوا معايا الصح لما عرفوا اني هكون موجود على رحله ليهم من مطار فرانكفورت. واول ناس حابب اشكرهم على الاستقبال الحافل هو الاستاذ معتز مساعد مدير مصر للطيران في مطار فرانكفورت، واستاذ احمد مدير مصر للطيران في ميونخ. تعالوا بقى نهديهم الفلوج ده وبالمره اقول لكم على الحاجات اللي عجبتني في الرحله والحاجات اللي ما عجبتنيش. مش معنى ان هم دلعوني ان انا ما اقولش الحقيقه، اهم حاجه المصداقيه. اول حاجه حبيتها هي الايدنتيتي المصريه اللي هتحسها اول ما تدخل الطياره، مجرد ما هتركب هتحس انك خلاص وصلت اراضي الوطن من قبل حتى ما تقع. تاني حاجه اتبسطت ان هم عملوها ان الكراسي اللي كانت جنبي كانت فاضيه تماما علشان انام براحتي واقعد مرتاح. واول ما قعدت وشفت الشاشه دي افتكرت اول مره سافرت فيها لالمانيا من مطار القاهره لبرلين، الرحله اللي كانت اول خطوه ليا لتغيير حياتي 180 درجه. تعالوا كده نلعب في الشاشه دي شويه، واللي بتعرف منها معلومات عن ارتفاع الطياره ومسارها وسرعتها وحاجات تانية كتير. ده غير انك تقدر تشوف اللي الطيار نفسه شايفه من البايلوت كابن، وكمان هتلاقي معلومات عن اهم المزارات السياحيه اللي ممكن تزورها في مصر. ده غير حاجات كتير هتسليك في الطريق ومش هتخليك تحس بالوقت. وطبعا من الحاجات اللي عجبتني جدا هي الميوزك اللي بتبقى شغاله معظم الرحله واللي بتديك انطباع عربي اصيل دافئ، بس طبعا مش هيكون اجمل من صوت مضيفه الطيران وهي بتسالك بيف اور تشيكن، السؤال اللي كفيل انه يصحيك من احلى نوم. بعد حوالي 4 ساعات وصلت اراضي الوطن بالسلامه وخرجت علشان اقابل اهلي واللي هتبدا معاهم احلى اجازه. نسيت اقول لكم على الحاجه الوحيده اللي كانت مضايقاني في الرحله، ان الشنط بتاعتي كانت متكسره وملفوفه بلزق، بس دي علشان اكون منصف مش عارف غلطه مين، هل اللزق ده ملفوف من مطار القاهره ولا من مطار فرانكفورت الله اعلم. المهم استنوني الفلوجز اللي جايه علشان احكي لكم على احداث مهمه جدا حصلت في الاجازه. شكرا واشوفكم الفلوج اللي جاي من